واخيرا في اف سي 25 ضافوا مهنة لاعب ولكن مع الايكونز. عشان هيك يا اخوان احنا سوينا سلسلة جديدة وفي عنا بعض المهام مع بعض الايكونز. واليوم يا اخوان راح نبلش بزيدان. سلكت ايكون بلاير ونروح عند الزيزو. يا سلام عليك يا زيزو. طيب يا اخوان شو نخلي شخصية زيزو الاولية يعني الاساسية؟ اتوقع يا اخوان نخليه هارت بيت والثانية تكون مافريك. تعرفوا كيف يعني هو زيزو بيسجل اهداف ولكن شو برضه القائد بالملعب، وشفناه مع مين؟ مع فرنسا. اوكي يا اخوان سلكت وين راح يلعب زيزو. يا اخوان زيزو اكيد راح يلعب مع ريال مدريد طبعا، وزي ما حكينا راح يكون في عنا بعض الاهداف اللي نسويها مع زيدان مع ريال مدريد. طبعا يا اخوان مع زيدان فقط راح نلعب دوري ابطال اوروبا، والاهداف هي كالتالي: نجيب 10 اسيستات لانه اكثر لاعب جاب اسيستات بنسخه واحده من دوري ابطال اوروبا هو لويس فيجو بعام 2000، جاب 9 اسيستات. فاحنا هدفنا نجيب 10 اسيستات ونجيب فوق ال10 اهداف. طبعا يا اخوان لانه احنا بنلعب مع ريال مدريد فلازم نجيب البطوله معهم. كلنا بنعرف هدف زيدان على بايرن ليفركوزن، فلازم نسجل نفس الهدف ونجيب هدف على الطاير بمين؟ بزين الدين زيدان. طبعا زي ما حكيت لكم بما انه اعطينا زيدان الخاصيه تبعت انه يكون في عنده شويه انانيه، فلازم يجيب على الاقل 3 رجل المباراه من ضمن المباريات اللي راح نلعبها في دوري الابطال. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايات جديده مع مين؟ مع زين الدين زيدان. اها يا زيزو، يا سلام عليك يا زيدان، يا سلام عليك يا زيزو. ليز دوس لا تشامبيونز، ليتس جو، فامو 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 هلا مدريد. اوكي يا اخوان مع الاسف حتى زيدان كان راح يكون بديل بريال مدريد يعني لحد ما يثبت حاله، فحاليا يا اخوان احنا بديلين، لازم نستغل كل فرصه عشان نخلص الاوبجكتيفز اللي علينا. اول مباراه يا اخوان انا مش مستدعى عليها حتى، الحمد لله رب العالمين، خسرنا فيها 2-1، وهذا ان دل على انه تكفى يا انشيلوتي دخل الزيزو. طيب يا اخوان نتدرب التدريبات، بلكي حس حاله الاستاذ انشيلوتي ولعبنا باذن الله. اوكي يا اخوان بيحكوا لي انه اقرا كتاب عن اسطوره بريال مدريد، فراح راح يقرا كتاب عن حاله زيدان. يا سلام عليك يا زيدان، قمه التواضع وقمه قمه الذكاء والحنكه. اوكي يا اخوان المباراة الثانية ولحد الان تقييمي سيء مع الاسف، نسوي محاكاة وبتمنى انه يزيد يا رب. تكفى يا انشيلوتي لعبني بالمباراة. يس دخلني دقيقة 77 محل فالفيردي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 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 فامو 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 فامو. يلا يا اخوان الزيزو. الزيزو يلا يلا. بسم الله يا اخوان دقيقة 77 ضد ليل. بالحقيقة مدريد خسر ولكن هون لن اقبل بهذا الحكي. يا سلام الزيزو 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 الزيزو. تكفى يا الزيزو. والله يا اخوان الزيزو الزيزو. يا عمري يا عمري يا عمري، بعرفش يا اخوان هم من عظمة الزيزو صاروا يتصفنوا فيه. يا الهي كيف هم معنا بالملعب. شوف 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 والله يا اخوان ما بعرف كيف خلوني امر صراحة، والله الصعوبة اسطوري اقسم بالله. وانتهت مباراة ليل بنتيجة 2-1 بعد تسجيل زيدان لهدف. ومباراة دورتموند مع انه زيدان دخل متاخر الا انه قدر يعمل اسيست لمبابي. وانتهت مباراة دورتموند بنتيجة 1-0 بعد اسيست زيدان. ورسميا زيدان كان رجل المباراة. والمباراة اللي بعديها شكله ثقة كارلو انشيلوتي بلشت تزيد بزيدان لانه دخل بالدقيقة 57، وزيدان توج هاي الثقة من انشيلوتي باسيست لمبابي. ورسميا امبابي وزيدان كانوا اون فاير. وبعد نهاية مباراة ميلان كان زيدان عامل اسيستين ومسجل هدف واحد في 3 مباريات. وبعدها 3 مباريات زيدان كان رجل المباراة بمباراتين من هذول المباريات. اوكي يا اخوان مدريد فايز 2-0 وقاعدين ندخل الدقيقة 55. يا سلام مباراة فوز مضمون. فدعنا ندلع مبابي ببعض الاسيستات ويدلعنا فالفيردي ببعض التمريرات الحريرية. يا عمري تكفى يا رب. بطيء بطيء يا اخوان، اقسم بالله انه ابطأ ما رأت عيني. سرعته 82 ولكن مثل بطئه لم ترى عيني. يا رب ها شو عمل؟ طب انا 0 اختراق باللاعب يا اخوان، قسم لازم نحط له صاروخ اشي مشان الله، ضروري الوضع صعب عنده. ايوه روح يا مبابي، وحش يا مبابي، زيحهم عني يا مبابي، شيل يا زيزو يا شيخ ببطئك بس قسما بالله لاعب تكنيكال. يا عمري هدفين واسيستين، يا عمري هدفين واسيستين. جي جي يا اخوان، جي 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 جي. والله مباراة جميلة، والله مباراة جميلة صراحة. حاولت فيها اعمل اشي ثاني ولكن ما قدرناش، لكن جميل، هدف رائع رائع رائع. اتوقع يا اخوان سيحدث الحدث التاريخي، زيدان اساسي يا جماعة الخير. الزيزو اساسي، هذا ما لا يحدث كل يوم قسما بالله يا اخوان. زيدان اساسي، الوضع ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هسه يا اخوان الان بلش دوري ابطال اوروبا.
تكفى يا مبابي. والله يا اخوان مباراة صعبة. الله اكبر يا شيخ، اقسم دقيقة 81 هلكتني المباراة يا زلمة. شو هذا اتلانتا والله يا اخوان صعبين يعني. جي يا اخوان، جي على الاقل عملنا اسيست في هاي المباراة. مباراة صعبة فزنا فيها، اهم اشي العلامة الكاملة لحد الان لريال مدريد، وعملنا اسيست في المباراة. هيك حاليا عندنا 3 اسيستات وهدفين، وعندنا 2 رجل مباراة. اوكي يا اخوان، صرنا لاعبين 6 مباريات من دور المجموعات. عندنا خسارة واحدة اللي صارت باول مباراة اللي كانت ضد شتوتغارت اتوقع. باقي لنا مباراتين، لازم نجيب 3 مساهمات من المباراتين الجايات عشان نكون متقدمين باذن الله يا اخوان. لما تيجي الادوار الاقصائية راح يصير الوضع شو انفجاري. طبعا يا اخوان مع الاسف كنت على حفة اني اكون اساسي، ولكن دخلت واحنا فايزين 1-0 بالدقيقة 57. اساسا لما لعبت اساسي ما ساهمت غير بعد الدقيقة 80. فاعطوني لايبزيج يا اخوان المباراة قبل الاخيرة بدور المجموعات. بسم الله الرحمن الرحيم. رودريجو برا وزيدان اتشردة الى الداخل بالتركي. اوه يا شيخ قسما بالله حرام يا اخي. سالزبورغ هيك يجيبوا فينا جول، حرام عليكم يا اخي والله حرام. وانتهت مباراتنا مع سالزبورغ بالتعادل بدون ما نعمل لا اسيست ولا هدف مع زيدان. وبعد ما خلصت مباراة سالزبورغ اجاني اكثر خبر غريب في العالم. نيمار انتقل على ريال مدريد بالمهنة. يعني بصراحة مش عارف كيف مش عجبيته الصفقة، ولكن مع انتقال نيمار الاداء المش كويس بيستمر، وبتنتهي مباراتنا مع بريست بنتيجة 0-0. وصلنا لنهاية دور المجموعات، وفي عندنا 5 مساهمات بتقريبا 7 مباريات، واحنا كنا دكة باغلب المباريات، ولكن عندنا 7 مباريات و5 مساهمات. حاليا باقي لنا كمان 7 مباريات لازم نساهم فيهم ب15 هدف. هل هذا الاشي مستحيل؟ نعم يا اخوان. فحاليا خلينا هدفنا نجيب البطولة ونلعب مع زيدان ونستمتع احنا وزيدان، ولكن لا تقلب الصفحة حتى تقرأ شو السطر الاخير. وصلنا لدور ال16 يا اخوان، وخصمنا ليفربول. مباراة صعبة يعني، قمة من دور ال16، ولكن كل بدي احكي انه الان هي البداية الفعلية للزيزو. اوكي يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ. طبعا يا اخوان للتذكير عندنا 3 اسيستات من اصل 10، وعندنا هدفين من اصل 10، وعندنا 2 رجل المباراة. لسه باقي لنا البطولة، ولسه باقي لنا انه نجيب هدف على الطاير، ولكن لسه يا اخوان ما زال باقي لنا 7 مباريات باذن الله راح اقدم فيهم ماستر كلاس. يا عمر عليك مبابي، يلا اسيست. تكفى اي يا شيخ، اي وصلنا 4 اسيستات يا عمري. اتمنى يا اخوان نفوز، لانه قسما بالله تعبنا والله، عانينا لازم نفوز البطولة. ولا عمرنا يا اخوان بمباراة ساهمنا اكثر من مساهمة، هدف اسيست او هدفين او اسيستين. فلازم نفك هذا الموضوع. ليش؟ لانه احنا عندنا 7 مباريات لازم نساهم فيها حاليا 14 هدف. نعم يا اخوان، عندنا 6 مباريات وشوط، 14 هدف لازم نساهم فيهم. يا عمري اسيست ثاني، الاسيست يا عمري يا مبابي لا يخذل. صح انا خطب لاعب ولكن تحتسب اسيست، انا رميت الباص. يا عمري مبابي بالرقم 24. 5 اسيستات من اصل 10 يا اخوان، 5 اسيستات. بعديها ليفربول سجل هدف، ولكن المباراة اساسا كانت منتهية وفزنا على ليفربول بنتيجة 2-1. وبعد صيامنا عن الاسيستات والاهداف بهاي المباراة عملنا اسيستين لمبابي، ومبابي مسجل هدفين وهو اخذ رجل المباراة. بمباراة الاياب ضد ليفربول بلشت بشكل قوي وسجلت هدف، ولكن طلع متسلل وانتهت المباراة بنتيجة 0-0 بدون اي مساهمة من زيدان. بس قبل ما نروح ربع النهائي عز المتابع، هل تعلم انه اكثر من 80% حرفيا 88% من اللي بيشاهدوا الفيديوهات مش مشتركين؟ عز المتابع انزل تحت واشترك في القناة، خلينا نوصل 1000 مشترك قبل نهاية السنة. خلينا نخلي هدفنا هاي السنة 1000 مشترك، بعدها شو السنة اللي بعديها عشان نشق اليوتيوب رسمي. هالساعات ضد مين ربع النهائي؟ هون السؤال. لازم يكون خصم بسيط عشان نعرف شو نساهم ضده مساهمات اسطورية. يا رب خصم سهل. هل طلعت القرعة طلعت ضد دورتموند، يعني خصم لذيذ. بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان. مباراة دورتموند. طبعا يا اخوان زيدان داخل بشغف على هاي المباراة، كان ماخذ جائزة رجل الشهر قبل المباراة، فبإذن الله هاي المباراة فيها اسيستين وهدف. كل ثقة بزيزو. بتشوفوا يا اخوان هاي المباراة اقسم بالله ادائي فيها ممتاز، طلع 8.3 تقييمي. لو اجيب اسيست خلاص رسميا او هدف رسميا رجل المباراة. يلا خلينا نخلص هدف واحد على الاقل ارجوكم. لا ما سنحطش فينا جول، ما ينحطش فينا جول. يا رب لك الحمد انه بيلعب بنص رجل، الحمد لله. زيزو يا شيخ شيل يا شيخ يا رب لك الحمد. شوف كيف عدى، شوف كيف مر، شوف كيف سدد الزيزو. والله يا اخوان كانوا راح يقطعوها، اقسم بالله كنت راح اتضايق.
3 أهداف من أصل 10، 3 أهداف من أصل 10 وبخطوات ثابتة نحو نصف النهائي. شوف يا أخوان عشان نكون واضحين، ال10 أهداف مستحيلة، بس يعني على الأقل نكون عملنا محاولات. صفر يا حكم، صفر يا حكم، صفر يا حكم، صفر يا حكم. وهدف من زيدان ورجل المباراة، ورسميا خلصنا أهداف رجل المباراة. 3 رجل المباراة في دوري أبطال أوروبا، يعني أداء فردي ممتاز. الزيزو مع جائزة رجل المباراة يا إخوان، قمة الفخر، قمة الفرح، قمة السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم يا إخوان. نبدأ إياب مباراة بروسيا دورتموند ربع النهائي، الذهاب 1-0، نتيجة غير مطمئنة، ولكن زيزو لديكم لا خوف عليكم. روح يا عمري عليك، يلا يا امباب، افتح الابو، يا تعطي على الحارس، الزاويه كلها فاتحه معك. جلطني امبابي، مشان الله يا امبابي، اقسم بالله لا ازعل يا زلمه. وين رايح بحياة الله يا شيخ؟ اخيرا وما وداه هيك الشج، وداها بعيد. كفو 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 يا شيخ كفو. 6 اسيستات من اصل 10، 4 اسيستات ضايله. طبعا زيدان، اقسم لك بالله سرعته 45. يا والله شفت كيف بركض، هلكني. روح يا شيخي، بده اخذ الاسيست. اي يا زلمه، 7 اسيستات من اصل 10، يا ربي لك الحمد. خلاص يا اخوان، الهدف فقدت الامل على سرعته، قسما بالله فقدت الامل. الوضع كثير صعب صراحه. اوكي يا اخوان، ونهايه المباراه 2-0، اسيستين زيدان وهدفين امبابي. مين خصمنا بنصف النهائي؟ هل السيتي؟ هل برشلونه؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان. خصمنا في نصف النهائي هو البايرن ميونخ. هاي مباراة ما فيها مزح، هاي مباراة الثار من شو مش عارف، هم بدهم يثاروا منا، بس هاتهم. اوكي يا اخوان، نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، باقي لنا 4 اسيستات و7 اهداف. يعني الاهداف يعطيكم العافية، يعني شكرا، ولكن 4 اسيستات. عارفين شان 4 اسيستات؟ يعني اليوم لازم نجيب اسيستين. روح اي يا شيخ، اول 8 دقائق زيزو يسجل هدف. 4 اهداف من اصل 10. قلت لكم صح اني بديش اجيب ال10 اهداف، ولكن نحارب يعني نوصل اشي ممتاز. زيدان عالطاير، زيزو جنون والله. كنت فاقد الامل بس سددت يا اخوان. عالطاير يا اخوان، اعتبروها والله يا اخوان، اعتبروها. اذا ما تطلع جنون يا اخوان بالزاويه فيجا. طبعا يا اخوان 5 اهداف من اصل 10 رسميا صرنا، و6 اسيستات. قفل لي هدف عالطاير، عاجبك مش عاجبك عزيزي المتابع انزل اشترك، بعديها بتناقشني. والله يا اخوان لازم ما احشر حالي بالاسيستات، ضروري اني اعمل اسيستات، ضروري. امبابي طبعا مش اسيست، اجريت اسيست. يس انحسب اسيست، والله انحسب اسيست. هي 2 جول 1 اسيست. هيك يا اخوان 7 اسيستات، باقي 3 والبطولة. اوكي يا اخوان، نهاية مباراة الذهاب بنتيجة 3-0. برضه زيدان رجل المباراة، ولكن الموضوع لم يعد مهم، لانه زيدان صار يحقق رجل المباراة كأنه بيشرب مي. مدريد متصدر الدوري الاسباني يا اخوان. موسم كرة ذهبية والله لزيدان هذا. ولكن هسه يا اخوان سيبنا من الدوري ونفوت على دوري ابطال اوروبا. الاياب ضد بايرن ميونخ، عندنا حاليا 8 اسيستات، باقي لنا اسيستين، نسوي 1 هسه ونسوي 1 بالنهائي الحمد لله رب العالمين. بركي سجلنا لنا شو هدفين، زبطنا امور الاحصائيات. اوه والله جول، اقسم بالله جول، مراوغه وورور عمل له يا شيخ. رسميا انقذوا بايرن ميونخ من ريال مدريد. الان يتم الانتقام لبرشلونه، صبركم بس. رسميا يا اخوان 6 اهداف و8 اسيستات. اعطوني لاعب متكامل اكثر من هيك يا رب. يا اخوان كان بامكاني احط اسيست هدف، ولكن فضلت الاسيست. باقي لي اسيستين. حرام والله حرام. يس اسيست باخر الدقائق. هيا الامباب يا فتاح الابواب. اوكي يا اخوان 9 اسيستات رسميا، وباقي اسيست 1. اوهو نيمار اول مرة يعني بلعب مباراة وبدخل فيها نيمار. صفر يا حكم، صفر الحكم. هدف واسيست في هاي المباراة، برضو رجل المباراة بالتأكيد يعني، ولكن كل بقدر احكي اعطوني النهائي فقط.
اوه النهائي ضد مانشستر سيتي، يا ساتر. والله يا اخوان نهائي، والله نهائي محترم راح يكون. باقي لي اسيست، باقي لي 4 اهداف، نجيب لنا هدف واسيست بهاي المباراة ويعطينا العافية. روح يلا يا مبابي اعكس عليه يا عمري. حلو حلو ماشي ماشي ماشي. والله يا اخوان فكرة المباراة هاي اصعب بكثير من المباريات الثانية. السيتي جودة رهيبة السيتي. شقك وشق ابوك، انت شقني وشق ابوي. زيزو مثالية يا زيزو مثالية يا زيزو مثالية. 7 أهداف يا اخوان من اصل 10 و9 اسيستات. باقي لنا اسيست واحد بوم شيل. حرام باقي اسيست و8 دقايق. هيك رح نكون عادلنا الرقم شو اسمه فيجو، مش عديناه. يا حرام بالله عليك يا شيخ. والله يا اخوان والله عملت اللي علي، اقسم بالله عملت اللي علي. يعني واحد شو يحكي كم مره مبابي ضيع فرصه اصلا ما انحطتش بالفيديو. خلاص خلي الواحد شو ساكت. يا رب يحط فينا جول. هدمه قدام الحارس. هاي الفكره. طلع لف حوالين حاله. لا بمزح يي. يا اخوان انا متخلف عقليا. انا اساسا لو رحنا اضافيات زيدان فيش فيه حال يمشي يا اخوان. مخرب المنظومه. انا رسميا مخرب المنظومه. كنا فايزين، عمل علينا فم حاجه. اخوان اقسم زيدان مش قادر يمشي. انا شو عملت في حياتي؟ انا طلع مبابي ودخل ابراهيم دياز كمان. يلا انعل. لا يا اخوان لا لازم التركيز. مش مهم هدف اسيست، اهم شيء نحط جول. انا مش لازم اركض كثير، لازم اركز اكثر اشي. لازم اركز. يا من شو عملت يا من. نهايه المباراه يا اخوان، نهايه المباراه. انا فجرت. انا عملت العبث. عارفين شو يعني عبث؟ انا عبثت قسم بالله عبثت. كنت اتخوث. ما توقعتش يا اخوان وصلنا 3 دقائق لسه قاعد بلعبهم الحكم. كنت اتخوث لما هجمت الحارس. على الاقل نسجل بلنتي. يا رب لك الحمد. الموضوع مش عندي هسه. يلا خسلوا معهم. خسلوا انت لاعبنا يا خسلوا، حرام عليك بالله عليك ما تضيعها يا نيمار. حلو. جندوجان كورتويلك حرام. يلا يا مودريتش بالله عليك يا مودريتش بخاف. يا رب لك الحمد. إيدرسون بالله عليك. كورتوا جو. يس صدى. يا رب. من هاد بيلينغهام بيلي جول. برناردو. نفس الحقيقة. يا رب تكمل. ميليتاو. يس يا شيخ. يا رب لك الحمد. هدف صح اني عبثت ولكن فزنا دوري الابطال. الله اكبر. اوكي يا اخوان وصلنا لنهايه الفيديو ب9 اسيستات وب7 اهداف. عادلنا اعلى عدد اسيستات ما تخطناهوش، ولكن اداء ممتاز. و7 اهداف 16 مساهمه في 15 مباراه. اداء ممتاز، اداء عالمي. اتوقع اني افضل لاعب بدوري الابطال بالراحه. واذا عجبك هذا النوع من الفيديوهات بتاكد هذا الفيديو راح يعجبك. روح احضره عزيزي المتابع، ان شاء الله انه بيعجبك. كان معكم يامن، سلام عليكم.